فوضى سيارات الأجرة من الصنف الكبير على الطرقات، وأرواح تزهق بلا حساب ولا احترام لأي قانون من قوانين السير. مئات الفيديوهات تظهرهم من حين للآخر يخرقون القانون بلا حسيب ولا رقيب. ما يجري على طرقاتنا الوطنية بين المدن لم يعد مجرد حوادث عرضية، بل هو نزيف دموي يومي بطله الأول سيارات الأجرة من الصنف الكبير. سرعات مجنونة تفوق 120 كيلومترا في الساعة أو أكثر، تجاوز المعيب وفوق الخط المتصل، بل أكثر من ذلك، ركاب بدون أحزمة أمان، والسائقون يتباهون بتبادل المعلومات عبر مجموعات الواتساب حول مواقع الرادارات والسدود القضائية لتفادي القانون. كلها عوامل حولت هذه المركبات إلى قنابل موقوتة على الطرق، والنتيجة للأسف جثث على الطريق وأسر مفجوعة ودماء تراق، وكأن حياة الناس بلا قيمة. ما نراه اليوم يؤكد أن هذا الصنف من السيارات أصبح يتصرف وكأنه فوق القانون دون أي رادع حقيقي، والحل ليس وعظا أو نصائح، بل إجراءات صارمة وفورية، بما في ذلك إلزام كل سيارة أجرة كبيرة بتركيب قرص مراقبة السرعة الديسك لمتابعة كل كيلومتر تقطعه، وفرض مراقبة ميدانية دائمة وليس فقط عبر الرادارات الثابتة. فحياة المواطن ليست سلع، ومن يستهزئ بها يجب أن يحاسب قبل أن نحمل جميعا وزر هذا الصمت القاتل.